محمد ابني طلب مني فلوس وما رضيتش اديله. اللي عرفته بعد كده ان ابني كان جعان وكان عايز ياكل بره، وانا السبب في موت ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني. يا رب حضراتكم تكونوا بخير جميعا اينما كنتم. بطلب من حضراتكم فضلا وليس امرا نتفاعل مع الفيديو ونضغط لايك ونشير الفيديو على اسرع نطاق عشان نوصله لاكبر عدد من الناس. حادث كفر الدوار في الساعات القليلة الماضية عمل ضجة كبيرة على التواصل الاجتماعي، وانا هقول لحضراتكم تفاصيل الحادثة دي. في البداية الشاب محمد عبد الله متولي، اللي هو طبعا توفى إلى رحمة مولاه، 24 سنة، من محافظة كفر الدوار. محمد ده طلع من بيتهم، طبعا كان عايز فلوس من ابوه عشان ياكل ويشرب، وابوه مرضيش يديله فلوس والكلام ده كله، فاضطر محمد ان يسرق فلتر عربية ويبيعه بعد كده عشان ياكل ويشرب. ولكن طبعا هنا في ناس شافت محمد ده فمسكوه، كتفوه في عمود كهرباء، يعني عمود نور، وفضلوا يضربوا فيه لحد ما مات. مش بس كده، لا كمان جابوا له توك توك وحطوه في التوك توك وخدوه ورموه قدام بيت ابوه. ابوه بعد ساعات كده او احد الجيران شافه، فاتفاجأ طبعا ان ابنه سايح في دمه وميت. وفي رواية أخرى بتقول إن بعد رصد الكاميرات تبين إن محمد عبد الله متولي، اللي هو المتوفى إلى رحمة مولاه، ابن محافظة كفر الدوار، إن كان بيحاول بيسرق، إن كان بيحاول يخطف طفل أو طفلة، ومسكوه برضه. هي الحكاية، كتفوه في العمود، نزلوا في ضرب لحد ما مات. في كلا الحالتين، سواء محمد كان بيسرق فلتر عربية أو كان بيحاول إن يخطف طفل أو طفلة، غير مقبول على الإطلاق إن تمسكوا مجموعة من الشباب ويكتفوه في عمود كهرباء ويضربوه لحد ما يموت. لا، كانوا يسلموه لرجال الشرطة في حاجة اسمها قانون ومؤسسات دولة، وكانوا يتخذوا الإجراءات القانونية أفضل بكثير من شغل البلطجة. دي ناحية. الناحية التانية، قصة إن محمد بيسرق فلتر عربية عشان ياكل ويشرب، ده برضه مش منطق. لأن الراجل هنا المحترم، اللي طالع من بيئة محترمة ومن بيئة نظيفة، لو هو فعلا جعان وما معاش ياكل، لو راح لأي مطعم بتاع بيتزا، فطاطري، كبابجي، فول وفلافل، وقال له أنا عايز آكل، أقسم بالله العظيم هيأكله وهيشربه. دي ناحية. الناحية التانية، في أي حالة من الأحوال، يعني بيسرق على هدف الأكل والشرب، بيسرق على هدف إن ده مبدأ وده أساس. بيحاول إن يخطف طفل أو طفلة، وحاولنا إن إحنا نمسكه قبل وقوع الجريمة. ما ينفعش خالص إن إحنا نمسكه ونكتفه في عمود كهرباء ونفضل نضرب فيه لحد ما يموت ونقول إحنا أبطال وإحنا كده عملنا الصح وإحنا بنتخلص وإحنا بنعمل وإحنا. الكلام ده برفضه شكلا وموضوعا. كان لازم بعد الشباب دي، بعد ما مسكوا محمد هو بيسرق فلتر العربية، او من ناحية اخرى هو بيحاول ان يخطف طفل او طفلة، كان من المفترض ان هو يتسلم لرجال الشرطة، ورجال الشرطة هنا هتاخد ضده الاجراءات القانونية، كان افضل بكتير. ولكن قصة ان هو يتضرب لحد ما يموت ويحطوه في التوك توك وقدام بيت ابوه ويرموه، القصة هنا فيها لغز. وده طبعا اللي هنكشفه مع بعضنا خلال الايام او الساعات القليلة المقبلة علينا، لان هنا تم القبض على 3 منهم، اللي هم قاموا طبعا بالعملية دي بضرب محمد عبد الله متولي حتى ان ازهقوا حياته الى مولاه. وجاري التحقيق معاه، هيتبين معانا طبعا اخبار حصرية هنا وهطرحها على حضراتكم من قناتكم وقناتي قناة مصر وطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.